السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مي رفعت، وهنتكلم النهاردة عن 8 أساسيات هتساعدنا في تربية ولادنا المراهقين تربية نفسية سليمة. أول حاجة هنتكلم عليها إننا في زمن السرعة اللي احنا فيه اتفرض علينا طريقة جديدة للتعامل مع ولادنا لو عاوزين نوصل لهم معلومة وننصحهم نصيحة. الطريقة بقى إن يكون كلامنا معاهم كلام مركز وسريع، ونختار عبارات سهلة تتفهم. يعني نجيب الخلاصة كده ونقولها لو احنا عاوزين الولاد فعلا يكونوا مركزين وسامعيننا، لأن الولاد بيزهقوا من الاسطوانات المملة والكلام الكتير غصب عنهم. ده مش سوء أدب منهم، بس سبب زهقهم السريع إن كل حاجة حواليهم بقت سريعة. عشان كده الكلام المختصر المفيد اللي فيه الخلاصة بيدي فرصة لابنك إنه يفكر ويقيم سلوكه ما بينه وبين نفسه، وكمان يعدله بدل ما يتوه في كل محاضرة طويلة انت بتديها له. ونصيحة مني، خلي المحاضرات الطويلة كل فين وفين، وتكون القعدة ما بينكم قعدة لذيذة ما يكونش فيها لوم أو عتاب يحسسه بألم، لأن الألم النفسي في العادي بيخلي الشخص يهرب غصب عنه. فلما تكون القعدة مش مملة وتكوني بتوصلي له المعلومة بالهزار والضحك وجو ممتع، بتحكي له عنك زمان، وقتها مش هيزهق من كلامك أبدا، وهيستوعب وهيستفيد. تاني حاجة، حاولي تفهمي ابنك انتي بتقولي ايه. يعني ايه؟ للأسف اللغة عند ولادنا بقت ضعيفة، والمعاني اللي احنا اتربينا عليها غير اللي هم بيتربوا عليها دلوقتي خالص. يعني وانت بتتكلمي ممكن ابنك ما يكونش فاهم معنى كلامك أصلا، زي انك تقولي لابنك غض بصرك. هو عارف ان غض البصر معناه ما تبصش على بنت، بس ما يعرفش أضرار إطلاق البصر وبيعمل ايه في نفسيته وبيتعبها ازاي، وبيخليه مستعد لأي فعل حرام يغضب ربنا عليه. فلازم تنزلي بكلامك ومصطلحاتك لفهمه عشان تفهميه ببساطة معنى كلامك. تالت حاجة، حاولي توجهي لابنك المراهق توجيهات واضحة بدل التوجيهات الغامضة. يعني ما تقعديش تقولي في كلام كتير عن بر الوالدين والإحسان ليهم من قبل ما تفهميه إنك عاوزاه يكون كويس معاكي ومع والده. قولي الأول الصح إنك تعامل والدك ووالدتك بالطريقة كذا، وتفهميه بعدها معنى البر وإن ربنا وصى بيه. يعني خلي جملك واضحة والمعاني مفهومة. النقطة الرابعة، ضروري تفهمي ابنك معايير وقيم الحياة بطريقة مبسطة. يعني إيه؟ يعني ما تدلوش أوامر من غير ما تفهميه السبب للأمر. لما ابنك ما يكونش فاهم المعايير والقيم اللي هو عايش فيها، بيكون قريب من الانحراف عن الطريق الصحيح للدين والمجتمع، وممكن يعمل زي سلوك أي حد أكبر منه. يعني مثلا ابنك لما يعرف معايير اختيار الصحاب، وتفهمين ان صاحبك ضروري يكون شبهك في الطبع والتربية، هيعرف ازاي يختار صحابه ومين ينفع ومين ما ينفعش. انت وقتها مش بتختاري لابنك صحابه، انت بتركزي على تعليم ومعايير يختار بيها وبيعرف ايه هو الشيء الكويس ويمشي فيه، وايه هو الشيء الغلط وما يعملوش، وحتى لو كان بيعمل غلط زي اي انسان فيكون فاهم انه كده بيغلط. لو ابنك ما يعرفش المعايير والقيم الثابتة، بيبقى ما عندوش قواعد لحياته. رقم 5، التركيز على اللي انت عاوزاه يعمله. يعني تقولي على طول لابنك لما تكون محترم الناس هتحترمك، بدل ما تفضلي تقولي انت بتعلي صوتك وانت مش محترم وانت مش كويس وانت بالطريقة دي الناس مش هتحترمك وهكذا. مش ده. في قانون بيقول ان الحاجة اللي عاوزاها تزيد ركز عليها. الحاجة رقم 6 اللي عايزة اقولك عليها، امدحي ولادك. امدحي ولادك يا حبيبتي. ليه بتبخلي بالمدح؟ ليه بتبخلي بالكلمة كويسة؟ ليه بتبخلي لما يعملوا حاجة كويسة قدامك انك تشكريهم وكأن اللي بيعملوا ده حق واجب عليك؟ لا خالص. كتير هم بيعملوا حاجات عشان بس يسمعوا منك كلمة رضا، حاجات كتير بيعملوها عشان يشوفوا في عينيك الحب. فحاولي تمدحي البسيط منهم، بإذن الله هيزيد. رقم 7، ودي حاجة مهمة جدا، لازم نفهم إن الحب يصنع. يعني إيه؟ يعني هو الولد بيتولد بالفطرة بيحبك وبيحب باباه، لكن النقطة اللي بعد كده إن الحب ده بيبقى عامل زي الشجرة الصغيرة، وإنتي تفضلي تروي في الشجرة وتهتمي بيها عشان تكبر. فلو اعتمدتي على الفطرة وسبتيها من غير عناية هتدبل ويدبل الحب. فضروري تراعي مشاعر ولادك وتكلمي معاهم واحترميهم. اسقي شجرة الحب اللي ما بينكم عشان بعد كده الشجرة تكبر وتضلل عليكي لما تكوني محتاجة برهم. لما تبر ابنك وهو صغير هيبرك وانت كبيرة. خلينا فاهمين ان كده كده ولادك مش هيبقوا برارين زي ما انت بره باهلك، عشان الزمن بيختلف الا طبعا من رحم ربي. يعني تحاولي على قد ما تقدري انك تعملي جسر حب ما بينك وبين ولادك عشان تحمي علاقتكم المستقبليه باذن الله. ولو لسه لحد دلوقتي انت صابره وبتسمعي الفيديو، يبقى انت ام مختلفه وعاوزه علاقتك بولادك تكون ممتازه، وعايزه علاقتك بولادك تكون كمان مختلفه، وفتحياتي طبعا ليكي. رقم 8، إن كل محاولات التربية بقانون التخويف والترهيب في أي زمن فشلت عند غياب السلطة. يعني إيه؟
يعني أي محاولة منِّك إنِّك تخوّفي ابنِك وترهبيه عشان يسمع كلامِك أو يحترم رأيِك وينفّذه، سواء كان ابنِك صغير سواء كان ابنِك كبير، هي محاولة فاشلة جدًا في غيابِك، واللي أنتِ قُلتيه مش هيتنفّذ وأنتِ مش موجودة، هيعمل كل اللي هو عايزه طالما إنِّك مش موجودة. لكن التعليم بالحب وتفهّميه إن الشيء ده في مصلحته وإن هو الكسبان، دي أفضل طريقة عشان يحترمِك في وجودِك وغيابِك، وده طبعًا ما يضمنش إن هو ما يغلطش، لإنه طبعًا بني آدم. سبحان الله. ربنا يجعلنا سند لولادنا بالحكمة عشان هم يغلطوا وإحنا نصلح. كل ما يغلطوا ونساعدهم بنساعدهم بحب فيتعلموا ويكونوا قد المستقبل. ادي ولادك مساحة عشان يعرفوا يتنفسوا فيحترموكي في وجودك ويحترموكي في غيابك. سلام.